عارف انك ممكن تكون جاذب طبيعي للناموس وانت مش واخد بالك؟ تعال اقول لك اسباب علميه بتخليك الوجبه المفضله عن الناموس، وليه بيختار ناس ويسيب ناس. حتى الناموس بقى عنده خيار وفقوس. في دراسه علميه اصدرتها دوريه ترندز ان باراسيتولوجي بتقول ان الاشخاص الاكثر جذبا للناموس اشخاص عندهم مستويات اعلى من الافرازات الدهنيه على جلدهم. السبب الثاني البكتيريا اللي بتعيش على الجلد بتحول العرق لمواد كيميائيه بتجذب الناموس. خد الكبيره، في تجارب اتعملت على الناموسه المصريه اللي اسمها بالمناسبه العلمي الزاعجه المصريه، وفعلا اسم على مسمى، زاعجه وزنانه جدا جدا. المهم يا سيدي ان الناموسه المصريه الجميله دي طلع ذاكرتها كويسه جدا وما بتنساش ولا حاجه زي ما كنا فاكرين، وبيقدر يتعلم ويربط ما بين روايح معينه وتجربه غنيه بالدم. يعني لو اخذ منك نقطه دم وعجبته هيسجلك على جروب افضل اماكن الخروج في مصر، وهيجيب صحابه ويعمل لك دعايه، وهتبقى ولا مطاعم وصلة دهشور في يوم خميس. السبب كمان هو زياده انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وحراره الجسم، وده غالبا بيكون اكتر في السيدات الحوامل. علشان كده السيدات الحوامل بيكونوا اكتر عرضه للناموس من المعدلات الطبيعيه. تعالوا نشوف مع بعض ايه الحلول العمليه. استخدام الكريمات طارده للناموس اللي دايما بتعتمد على ماده بتغطي على حاسه الشم عند الناموس. لو خارج في مكان مفتوح بلاش الصابون او الشامبو اللي فيه روايح عطريه قويه، دي بتزود انجذاب الناموس ليك. يعني هتبقى حلو ودمك خفيف وريحتك حلوه ونفاذه ومش عايز تتقرص. التخلص من العرق بدش سريع بيقلل اشارات جسمك للناموس. نلبس هدوم بالوان فاتحه ونبعد عن الغوامق عشان بتجننه. قول لي بقى، انت من سعداء الحظ اللي الناموس بيحبهم ولا الناموس حطك في الفريند زون؟ سلام.